النبي اللهم صل على رسول الله سئل عن امرئ القيس، هذا موجود الطبراني، قال ذاك رجل شريف في الدنيا مذكور فيها منسي في الآخرة خامل فيها، يأتي يوم القيامة يحمل لواء الشعراء معه إلى جهنم. الله المستعان. وسئل عنه عمر بن الخطاب، قالوا ايش رايك في امرئ القيس؟ قال لو أدركته لوليته القضاء، ذاك أشعر العرب. قالوا كيف توليه القضاء؟ قال بمعرفته بمقاطع الحدود في بيت قاله. قالوا وش البيت يا أمير المؤمنين؟ قال يوم يقول فإن الحق مقطعه ثلاث، يمين أو نفار أو جلاء. امرئ القيس طبعا ابن رشيق القيرواني يقول أنه سمي قاضي الشعراء بهذا البيت. امرئ القيس جاءه خبر أن أبوه قتل وهو ساكران طينة، قال ضيعني صغيرا وحملني ثأره كبيرا، لا صحو اليوم ولا سكر غدا، اليوم خمر وغدا أمر. طبعا ديوانه صغير امرئ القيس، يعني يمكن 100 صفحة أو أقل، ولكن لو أبيات باقي سائرة معنا إلى هذا اليوم، من العصر الجاهلي إلى الآن باقي يعني في المجالس وفي هذا تسمع أبيات لامرئ القيس. منها بيت يقول ألم أخبرك أن الدهر غول ختور العهد يلتهم الرجال، وبيت ثاني لو يقول وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. وبيت أخذ منه حديث يوم يقول امرئ القيس، يقول الخير ما طلعت شمس ولا غربت مطلب بنواصي الخير معقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعده، قال الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. في يوم يقول كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزام وذوب العسل يعل به برد أنيابها إذا النجم وسط السماء استقل. ويقول الحرب أول ما تكون فتية تبدو بزينتها لكل جهول، حتى إذا حميت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل. ويقول أفسدت بالمن ما أوليت من نعم، ليس الكريم إذا أسدى بمنان. ويقول إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان. وبيت جميل يا أخي فيه تشبيه، يقول جمعت ردينيا كأن سنانه سنا لهب لم يتصل بدخان. ويوم يقول خليلي مر بي على أم جندب نقضي لبانات الفؤاد المعذب، فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب، ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. القيس مات عند جبل اسمه عسيب. يوم مر في آخر حياته عند هذا الجبل شاف قبر امرأة، والله أعلم زمان كيف كانوا يعرفون الفرق بين قبر المرأة وقبر الرجل، ما أعرف. المهم مر عند هذا القبر قال أجارتنا إن الخطوبة تنوب وإني مقيم ما أقام عسيب، أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب، فإن تصلينا فالمودة بيننا وإن تصرمينا فالغريب غريب، وليس غريبا من تناءت دياره ولكن من وار التراب غريب. طبعا أجمل شعره امرئ القيس المعلقة، هذا هي اللي عليها الكلام. يوم يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح، فالمقراءة لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب، وشمألي ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل، كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي، وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول، ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل، يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل، ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يمرئ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي، إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحتي شقها لم يحول، ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحل لي، أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي.